المنتخب المغربي حريمات، ألف مبروك الدور نصف النهائي لكأس العرب. الحمد لله الحمد لله على الانتصار، وكنبغي نشكر اللاعبين على المجهود اللي قدموا، ونشكر الطاقم التقني على الخدمه اللي كيديروا. هذا كان فوز مستحق بالنسبه لنا، واخا في الاول كنا عارفين المقابله ما تكون سهله. الفريق السوري فريق منظم، فريق اللي كنا عارفين غيتراجع لنا للوراء، ولكن كان خاصنا نفكوا ديك الشفره، وداك الشيء اللي كان في الشوط الثاني. الحمد لله صبرنا وحاولنا نمشيو من اليمين من اليسار، اننا نسرعوا شويه ديال لو ريتم في المقابله باش نحاولوا نسجلوا الهدف، والحمد لله داك الشيء اتى لينا. ما علينا الا نشكر الدراري صحابي، ونشكر الجمهور ديالنا والجمهور اللي مآمن بنا، وان شاء الله كنوعدهم اننا نديروا الماكسيموم باش نديو اللقب ان شاء الله. حريمات، ماذا كان يدور في بالك عندما كانت تضيع تلك الفرص؟ كنا عارفين باللي الفرص ما يقدروا ما يجوكش الفرص بزاف في المقابله، ولكن خاص من انصاف الفرص خاصنا نسجلوا، حيت المقابله ماشي سهله. كنا عارفين ما تكونش سهله، يعني خاص تجيك فرصه ولا جوج، كان خاصك تقتل المقابله. والحمد لله بالصبر وبالخبره ديال اللاعبين اللي كاينين هنا، ما علينا نقول تبارك الله على الجروب كامل، وان شاء الله نحاولوا نواصلوا العمل باش ناخذوا اللقب ان شاء الله الرحمن الرحيم. الدور سيكون صعب سواء مع الجزائر او مع الامارات. احنا ما كتهمنا حتى شي فريق بالنسبه لنا. احنا الادوار ملي كتفوت للكارد فينال، يعني اي فريق جا، حنا كما كنقولوا المغاربه اللي جا بسم الله، ما عندناش مشكل مع اي فريق اللي جا بسم الله. الف شكر، الف مبروك، الف مبروك، الف مبروك. تفضل معنا أزارو الذي اختير لاعب المباراة. أزارو، لن تنام هذه الليلة، ذلك الهدف مهم جدا بالنسبة لك، بالنسبة للمنتخب المغربي الذي تأهل إلى الدور نصف النهائي. أكيد شعور جميل، ولكن أول حاجة كنبغي نشكر اللاعبين على المجهود اللي قدموا من أول دقيقة إلى آخر دقيقة. المقابلة ما كانتش سهلة، بعد العياء بعد الجهد، ولكن في الأول وفي الأخير ملي كتأتى بداك الشيء اللي بغيتي كتنسى كل شيء. الحمد لله على هذا الفوز هذا. ناخذوا هذا اليوم هذا، نفرحوا شويه، وغدا نفكروا في اللي جاي ان شاء الله. لاحظنا بأن المنتخب المغربي كان في نسق تصاعدي في هذه البطولة. مباراة السعودية كانت مهمة لما هو قادم، والآن جاءت هذه المباراة التي قاتل فيها المنتخبان، وكان كذلك الفوز للمنتخب المغربي. واكيد كما كنقولوا حنايا في ما بيناتنا، خاصك تعب باش انك تاخذ المقابلات، تربح المقابلات، وهذا الشيء اللي تأتى لينا. كما لاحظ الجميع البطولة ماشي سهلة نهائيا، جميع المنتخبات في واحد المستوى اللي هو عالي. الحمد لله على التوفيق هذا وهذا الفيكتوار هذا. وكما قلت لك كل ماتش خاصك تعطي واحد الجهد اكثر من المقابله اللي فاتت. نساو هذه المقابله هذه ونفكروا في اللي جاي باذن الله. ماذا تقول للجمهور المغربي؟ الجميع يتحدث عن اللقب، لكن هناك دور نصف نهائي سيكون صعب للغايه. اكيد كما تعرف المنتخب المغربي كل مره كيقدم مستويات كبيره، هذا هو القدر ديالنا، خصنا نتبعوا